ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا وحوش جوجو؟ جايب لكم النهارده قصه في منتهى القوه. بس قبل ما نبدا كله ينزل يفجر السبسكرايب وكل الكومنتات اكل. عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك. احسن 5 كومنتات هيطلعوا معايا الفيديو الجاي. ليتس جو. في المعركه النهائيه بين ابطال البشريه واكتر كائن شيطاني دمرهم، كل الناس كانت مركزه على الابطال اللي معاهم قوه خارقه، بس احنا معانا بطل غير عادي، مش دايما بيكسب. لا، حكايتنا عن واحد تاني جندي عادي فجأة شعاع ليزر بيخترق صدره. الضربة كانت قوية لدرجة انه ما حاولش حتى يقاوم ووقع على الارض، ودي كانت نهاية قصته، او على الاقل اللي كنا فاكرينها كده. وقع بيموت، عينه بدأت تسرح وسط المعركة، جثث زمايله في كل حتة في الارض، والدم على الارض في كل حتة، السما سودا، والابطال اللي الناس بتتغنى بيهم بيحاولوا يقتلوا العدو. دي اخر فرصة للبشرية انها تكسب قدام الليكتادور، كائن مش طبيعي. الجندي بتاعنا حس بضعف رهيب وبيقول لنفسه انا لازمتي ايه؟ كنت اتمنى لو اتولدت معايا موهبة قوية، بس للاسف الابطال الحقيقيين ما كانوش قد مواجهة الليكتادور. قطعهم زي ما بيقطع خيار بالظبط، بضربة واحدة لكل واحد. وكان واضح ان الوحش ده كان بيتسلى بيهم قبل ما بينهيهم. الناس ماتت والبشرية خلصت، او على الاقل كده جراي افتكر ان ده اللي هيحصل. فجأة هو مفروض يكون مات، جراي لسه عايش ومستغرب ازاي هو لسه عايش. بيبص حواليه لقى نفسه واقف وسط خراب، بس في حاجة مختلفة. قدامه كائن غامض بيشع قوة غير مفهومة وبيقوله جسمك اتعافى يا جراي، بس مش بسببي، انت اللي عالجت نفسك بقوة كانت جواك طول الوقت. ازاي جراي مش فاهم حاجة وهو لسه ميت ولا لا؟ والكيان ده مين اصلا؟ بس اللي بيقوله غريب جدا، وبيقولوا انه اقوى من ليكتادور نفسه، الكائن اللي قتل اقوى ابطال العالم. جراي اقوى منه. بس الكيان كمل وقال له المشكلة مش في القوة، المشكلة انك مش مستعد تتحكم فيها. فجأة رجع لارض المعركة جراي بقوة رهيبة، بقوة رهيبة جدا. سيف اسود قوي ضرب الليكتادور ضربة واحدة. ضربته كانت مجنونة لدرجة ان الليكتادور نفسه وقف وقال له انت عندك قوة، بس الضربة ما كانتش كفاية. الوحش ردله الضربة وقطع جراي نصين، حرفيا نصين. الدم انفجر من نص جراي وهو واقع في صدمة، والوحش بيسقف له وبيقول له انت اول واحد يخليني استخدم قوتي الكاملة. بس الليكتادور ما كانش عارف ان جراي لسه ما خلصش. جراي بيتجمع تاني، نصه اللي كان ناقص بيرجع له، بس مش لحم ودم، بيرجع طاقة سودا. والسيف بتاعه بيكبر اضعاف اضعاف وهالته مرعبة. والليكتادور اول مرة يخاف. الليكتادور اللي كان بيضحك من شوية فجأة بيرجع خطوة لورا، بيطلع درع شبيه بخلية النحل وبيحاول يحمي نفسه من الضربة الجاية. بس جراي مش بني ادم دلوقتي، لا ده شبه شيطان. بينزل بالسيف الضخم على الدرع والصوت كأنه زلزال. الدرع بيتكسر لقطع والوحش بيترد على الارض وبيسأل ازاي ده بشري، وهو بينزف دم ذهبي من جروحه. بس جراي ما بيوقفش هنا، بيهجم تاني. بس الليكتادور بيرد بقدرات قوية وبيطلع جناحات، وبدأ يحاول يهرب بالزمن او يرجع. فجأة وهما الاتنين بيتصارعوا قدام بعض، جراي بيسدد له ضربة، الوحش بيطلع دمه الذهبي. فجأة الوحش بيخش في حتة تانية خالص وبيحاول يهرب من المعركة دي. فجأة الجو ليل والقمر ابتدى ينور. جراي بيتفرج وبيقول انبهرت بس مش قوي. بيحاول جراي يهجم عليه تاني، بس السيف مش بيعدي ولا بيوصله، في حاجز غير مرئي. الوحش بيضحك دلوقتي، انت دخلت في بعدي، انا هنا مفيش حاجة تقدر تلمسني. جراي يبص لفوق وبيشوف نجم ضخم في السماء. ايه اللي قدامه ده؟ مش شايف حرفيا حاجة. بينزل كأنه نيزك على جراي ويضربه، كل حاجة تختفي بعد ما جراي اتنسف حرفيا من الوجود. وبعد ما النيزك مسح جراي من الارض، الليكتادور وقف فوق حفرة بيضحك حاسس انه اخيرا خلص. بس قبل ما يفرح بزيادة بدأ وحش تاني يتكلم معاه اسمه كرونوس بيظهر تاني. فجأة جراي بيصحى من النوم، بس مش في ساحة المعركة ولا قدام وحش، المرة دي بيصحى على أرض في قريته القديمة.
بيستيقظ جراي من نوم بعد ما رجع بالزمن 15 سنة لورا. رجع في قريته القديمة اللي كان عايش فيها، بس كان ضعيف. زمان كانوا بيتنمروا عليه وكانوا معتبرينه حسالة زبالة، حرفيا ضعيف. افتكر مرة واحدة المعركة بتاعت الليكيتادور واتخض واتفزع. بص على ايده لقى عليها شاش من التدريب اللي كانوا بيتدربوا عليه زمان المتنمرين فيها. بعد كده بدأ وهو ماشي في الطريق الترابي جراي قابل بيلدر. زي ما هو متكبر شايف نفسه فوق اي حد، بيتكلم جراي بتكبر وبغرور وبيقول له امسك السيف ده قدام جراي، وقال له بابتسامة خبث يلا يا بطل وريني شطارتك. افتكرت ولا نسيت ايامنا الحلوة؟ جراي واقف ما بيصدقش، هو لسه فاكر ايام التنمر والضرب والاهانة اللي بيلدر كان بيعملها فيه، ايام ما كان حرفيا كيس ملاكمة بشري البيلدر وشلته. بس المرة دي هو مختلف، معاه قوة، معاه وعي، معاه حرفنة، معاه التجربة، بس جسمه لسه جسم ضعيف اللي اتضرب زمان. قال لهم بحجة بريئة وهو ماسك ايده المصابة معلش اصابتي لسه متأثرة مش هينفع النهاردة. جراي واقف متجمد مش مستوعب، هو رجع فعلا 15 سنة لورا ولسه فاكر اليوم ده كأنه امبارح. بس الذكريات ضبابية ووشوشهم لسه محفورة في عقله، لكنه مش متأكد من كل التفاصيل وهو بيحاول يتهرب منهم. بيشاور على ايده المربوطة بالشاش وبيقول اسف مش هقدر اصابتي لسه مخفتش. بس الواضح ان بيلدر مش ناوي غير انه يهجم عليه. بيلدر اتحمس وبدأ يهجم عليه وهو بيصرخ يلا نبدأ. جراي ما مسكش السيف حتى، بس جسمه اتحرك لوحده تلقائي زي النينجا، وهو عارف ان ايده كانت مصابة وفعلا ما يقدرش يخش في معركة دلوقتي، وانه فعلا مصاب من المعركة اللي كانت مع الليكيتادور، وانه فاكر كل حاجة بس بيتفادى اول ضربة كأن جسمه بيتحرك من غير ما يستأذن دماغه. ودي كانت اول صدمة لبيلدر، وتاني صدمة ليه لما قرر الهجوم. وجراي برضه قرر يتفادى بسهولة، حاول يتفادى تاني وتالت تحت رجله برضه جراي اتفاداها كأنه بيتنبأ بيها قبل ما تحصل. الجمهور والعيال اللي قاعدين بره بتوع بيلدر التافهين دول اتجمدوا في مكانهم مش مصدقين هو نفس الواد عمال يتفادى كل ضربات بيلدر اللي مفروض احسن من جراي. جراي بقى بيتحرك برشاقة زي المايسترو، مش بيقاتل بس ده بيرقص بالسيف رغم انه لسه ما مسكوش، وكله انبهر حرفيا بحرفنة جراي في التفادي. واخيرا بعد ما زهق جراي شد السيف وبدأ يرد عليه. قال في نفسه انا ممكن اكسب المعركة دي حتى وانا مصاب، هما مش في مهارتي. البطل اللي كان شاكك في نفسه في الاول دلوقتي بدأ يثق في نفسه واحدة واحدة. حاول بيلدر يهجم عليه بضربة قوية من وراه، بس جراي طير سيفه خلت ايد بيلدر تتشنج من الوجع ووشه يتحول لتجاعيد من الألم والصدمة. الصمت عم المكان، العيال وقفوا هتافهم لبيلدر، بس جراي كان في دماغه بيقول انا لسه ضعيف، ده اللي حرمني من مستقبلي اللي كنت عايز ابقى بطل فيه، اللي خلى حياتي كلها عذاب، يستاهل كل لحظة ألم. ضربوا ضربة تانية أطاحت بسيف بيلدر في الهوا. بيلدر بقى أعزل، لكن فاكر لما قال إن السيوف دي مش هتجرح. جراي قرر يختبر ده بنفسه، حاول يضرب بيلدر بالسيف الغير حاد، والسيف بيلدر كان واقع على الأرض. بيلدر كان بيفكر هعمل ايه. رفع ايده جراي بالراحة وحاول يضرب. فعلا بيلدر وش غضبان من جراي وعور بيلدر فعلا في كتفه، فتح له كتفه وبدأ يشر دم. جراي بص على السيف باستغراب، هو المفروض ما يبقاش حاد، طب ازاي ده حصل؟ الحكاية مش هنا، اللي حصل ان جراي لأول مرة استخدم قوته الجديدة مش بالقصد، السيف استجاب للطاقة اللي جواه. جراي قرر يبهدل بيلدر حرفيا ضربة ورا التانية. جراي بيضرب بيلدر وبيقطعه، بيطير له اسنانه ويخليه ينزف من مناخيره، والعيال حواليه بيترعشوا. هو ده جراي الضعيف اللي كنا بنتنمر عليه وبنضربه كل يوم كتمرين. بيقول له جراي فاكر نفسك زعيم، كنت بلطجي زمان، دلوقتي انا اللي هديك درس. بس الغبي صرخ بيلدر لاصحابه وقال لهم امسكوه امسكوه، بس الولاد بصوا على بعض بخوف وقالوا بسرهم ده مجنون، احنا لسه شايفينك بتتعلق زي الغسيل، نروح نموت احنا كمان؟ بس لا، قرروا يهجموا عليه سوا. جراي بصلهم بصة ولا فرقة معاه، قلبه بقى حجر
قرر ان المرة دي مفيش رحمة. كلهم هجموا عليه مرة واحدة بأمر من بيلدر. جراي واقف بصمت وبرود وبيقول لهم انتوا مش في مستوايا. كلهم هجموا عليه، خبطهم واحد ورا التاني، وشهم بقى زي قفا القرد، بقى بوكس جامد، وعينيهم بتدمع مش من التأثر، من الألم. وكان وقت النهاية. بيلدر اللي كان شايف نفسه أسد طلع قطة بدون مخالب. جراي قال له انا عايز ادخل الدوجو وهتروح توصلني. بيلدر رفض، لكن جراي لف السيف حواليه كأنه بيقول له تحب اعيد اللي حصل لك؟ دلوقتي جراي بقى بارد واقوى وبيهدده تهديد في وشه، وقال له لازم توصلني الدوجو، ولو ما وصلتنيش مش هيحصل لك كويس. بيلدر حاول يتحجج تاني ويقول له مش هينفع. جراي غضب وحاول يحط السيف عليه ويقول له انت لو ما وديتنيش مش هيحصل لك كويس. بيلدر اترعب من نبر جراي. هو ماله؟ جري مرة واحدة بيلدر، سابهم وجري على الدوجو وهو بيعيط. بنرجع لقرية جراي. جراي ماشي مع بيلدر عشان يروحوا للدوجو. بيلدر اخيرا بيوصل للدوجو، بس بيكح من التعب ووشه باين عليه الندم، مش لانه غلط، لا لانه اتفضح قدام صحابه. جراي بيمشي ورا ووشه بارد وساكت، بس جواه بركان ومليان فضول عن الست اللي بتدير المكان ده. هو عايز يتعلم، عايز يبقى سياف مش مجرد جندي زي زمان. لما افتكر اللي حصل وان الليكتادور دمر الابطال كلهم بضربة واحدة، حاول يطور من نفسه عشان لو حصل تاني يبقى مستعد للليكتادور بالقوة اللي معاه دلوقتي. وافتكر كل لحظة لما كان الليكتادور بيبهدلهم، وكل لحظة كان بيضرب فيها الليكتادور لما كانت معاه قوة رهيبة. الفايت اتحفر في دماغه، بس دلوقتي يقدر يطور من نفسه عشان يوصل لمستوى خرافي. بيوصلوا قدام الست، وفعلا اول ما بتظهر بتشد العين. اسمها سوريا، معلمة السيوف، وقفت قدامهم زي ملكة حرب. نظرة عينيها تقطع الحديد قبل ما السيف يعملها، وتبدأ تصرخ يعني تروحوا تضربوا واحد غريب وتيجوا تقولولي دي كانت معركة وهمية. بيلدر حاول يرد عليها ويتحجج ان هو اللي بدأ. بصيت له بصة من تحت لفوق وقالت له انت ازاي بتتحجج وليك وش تتكلم؟ بيلدر اتوتر، قامت ضرباه في وشه بوكس، خلت بيلدر يتكور زي الكورة وطار. اندهشوا كلهم من اللي قدرت تعمله فيه بضربة واحدة. كلهم اتحولوا لتماثيل. قالت بكل هدوء لو ده اسمه تمرين يبقى اللي عملته معاك تمرين برضه. وسحبت سيفها ووجهته على وش بيلدر وقالت له انت مطرود، وانتوا كلكم كمان مطرودين. وهنا سوريا بصت على جراي وسكتت لحظة، بعدها قعدت على الارض بكل احترام وقالت له انا اسفة يا ابني على اللي عملوه العيال دول. جراي هز راسه وقال مش مشكلة، المهم نبدأ شغل. سوريا رفعت حاجبها وسألته سمعت انك عايز ترشيح للأكاديمية صح؟ جراي رد بثقة وسمعت انك تقدري تساعديني وترشحيني للأكاديمية. ابتسمت سوريا ابتسامة فيها خبث وقالت انا ممكن ارشحك لأكاديمية المملكة، بس تثبت لي انك قوي وممكن تستاهلها. سوريا بصت له كويس وقيمته بعين الخبيرة وقالت انا ممكن اديك فرصة بس لازم تثبت لي انك تستحقها. الاتنين وقفوا وكل واحد مسك سيف خشب وابتدت مباراة السيوف. جراي قال له ابدأ الاول انا هسيب لك الضربة الاولى. وفعلا بدأ الهجوم، حركات سريعة، السيوف بتطير في الهواء وراهم بس بيبان ظلهم من كتر السرعة. سيريا كانت بتبصله بتركيز، كل ضربة بتقربها اكتر للحقيقة. الولد ده مش عادي، شكله خاض معارك قبل كده كتير، اسلوبه مش اكاديمي بس فيه لمسات من مدارس معروفة. بصيت له بعين كلها غرور، قالت له انت جسمك ضعيف وما ينفعش لسه التدريب، بس في نفس الوقت لاحظت ان حركته فيها حاجة مش متوازنة، خبرة بس الجسم لسه ضعيف. ومع كل ده هجمت عليه هجمة قوية. جراي بيحاول يتفادى لكن ضرباتها كانت سريعة، بتضرب جراي من كل ناحية. جراي سريع برضه بس لسه مش في سرعتها، بدأت تهجم عليه بقوة أكبر وشراسة أكبر. بعدين جراي عمل حركة عشوائية بالسيف، ضرب ضربة بس فيها طاقة غريبة وحست بيها. السيف الخشب بتاعها اتكسر من الضربة بتاعت جراي. سيريا وقفت مصدومة، حست بطاقة غريبة في الجو، بصت للسيف وبصت له هو واقف ويبص لنفسه. حس بنفس القوة المظلمة اللي استخدمها زمان ضد الليكتادور. القوة دي لسه جواه بس الألم جه بسرعة، جسمه مش مستحمل. هجمت عليه تاني سيريا وبصت له بصة، حست منه بخطر شديد وهو بيحاول يقاوم.
قالت له انت كويس؟ بعد كده وجه لها ضربة بالطاقة المصدمة طيرت كل حاجة. جراي وقف واستوعب اللي حصل وبيفتكر مباراته مع الليكتدور، بس الألم جواه كان كبير، جسمه مش مستحمل ولا عايز يفتكر اللي حصل في قتاله مع الليكتدور. وقع على الأرض وهو بيتنفس بصعوبة. جريت عليه وحاولت تقومه، وهو فعلا جسمه لسه ضعيف ومصدوم من القتال اللي كان فيه، ما قدرش يقوم. حاول يقوم وقال لها انا بخير بس تعبت شويه. الحقيقه مش بخير خالص، انا بس استهلكت طاقتي مش اكتر. سوريا مش غبيه، قالت له كلامك مش داخل دماغي بس مش هضغط عليك. وهنا سالته سؤالها الحاسم: ليه عايز توصيه الاكاديميه الملكيه؟ ليه عايز توصيه الاكاديميه الملكيه؟ قال لها بكل وضوح: انا لازم ابقى اقوى واقوى بكتير من دلوقتي، عشان في دماغه بيقول لنفسه ما يتكررش اللي حصل زمان ويهزم الليكتادور وينقذ العالم. بس خبى طبعا كل ده وقال لها عشان ابقى اقوى من دلوقتي. سوريا وقفت وقالت له طب اسمعني يا بطل، الاكاديميه دي مش كفايه، انت لازم تروح اكاديميه اتحاد العالم. الجمله دي وقعت على دماغ جراي زي النيزك. استغرب. اكاديميه اتحاد العالم ده اعظم مؤسسه سيوف في الكوكب كله، المكان اللي خرج منه امي قدوتي. بس الحماس مكملش. سوريا قالت له بكل برود: بالجسم الضعيف اللي عندك ده انت مش هتدخل حتى من البوابه. بس كانت صادقه معاه. لو عاوز توصل هناك عندك 9 شهور تدريب، وصدقني ال9 دول هيبقوا جحيم. جري ورغم الشك وافق. قال انا جاهز، ارجوكي ساعديني. ضحكت ضحكة خفيفة وقالت من دلوقتي تدريبك بدأ وربنا يعين. هتتدرب معايا تدريب مميت لمدة 9 شهور، مش هتحس بجسدك. بيفكر انه لازم يبقى اقوى واحد، وتحمس جدا انه يخش الاكاديمية العالمية للسيافين، بس في نفس الوقت عايز يسيطر على قوته ويطورها اكتر. دخل في مرحلة تدريب جحيمية، بياكل كل يوم اكل شكله غريب وطعمه غريب، بيجري كل يوم على الجبل لحد ما رجليه تقف خالص. الايام بتعدي يوم ورا التاني، وبيتدرب بالسيف معاها على طول، وعلى طول تباغته بهجوم مفاجئ لحد ما جسمه ابتدى ينشف شوية بدل ما كان جذع شجرة. بيتدرب تدريبات زي جوكو. حست ان في تغيير وهي بتبص عليه، وان ممكن فعلا يجي منه وانه يتحسن في مرحلة بناء جسمه. وبصت عليه وقالت له اخيرا بقى عندك جسم يشيل المصير اللي مستنيك. بعد 8 شهور بتقول له خلاص ما بقاش عندي اي حاجه اديها لك، انت جاهز للخروج للعالم الحقيقي. جراي بيتفاجئ وبيقول انه لسه فاضل الشهر. سوريا بترد عليه بكل هدوء وبتقول له انت هتحتاج وقت طويل عشان توصل لمكان الامتحان، الرحله مش قريبه وعشان كده لازم تسافر. وقبل ما بيمشي بتديله كيس فلوس مليان بما يكفي عشان يغطي مصاريفه طول الشهر. قالت له خد دول عشان ما تشيلش هم حاجه وتركز في اللي جاي. فعلا دي المعلمة الحقيقية، ما ضربتوش بس، دي كمان ضمنت له بداية محترمة في طريقه الجديد. لكن جراي رغم كل ده قلبه مش مرتاح، حاسس ان سوريا عايزة تبعده عنها، حاسس انها بتطرده عشان ترتاح مش عشان مصلحته. نظرة حزن بتلمع في عينه وسألها سؤال بصوت واطي: هو انا عبء عليكي؟ سوريا بتضحك ضحكة خفيفة وبترد: يا ابني انت معقد الدنيا، مفيش حد بيبعد اللي تعب فيه بالشكل ده. وهنا بيجي سؤال بيقلب الموازين. جراي فجأة بيسألها عن عش الغول اللي بيتقال عنه انه قريب من القرية. السؤال بيخلي ملامح سوريا تتغير، وباين ان الموضوع مش اشاعة زي ما الناس فاكرة، وفعلا ملامح وشها اتغيرت. القرية ما فيهاش حراس، ولو في فعلا غيلان حواليها يبقى الناس في خطر. سوريا بتأكد له المعلومة بصراحة: ايوه عش الغول موجود، اكتشفناه قريب. بس بالرغم من كده بتبتسم تاني بكل ثقة وبتحاول تطمنه: مفيش حاجة هتحصل، ولو حصل هنطلب الدعم من العاصمة الملكية. مر كام يوم بس القرية فيها ريحة موت بتزحف عليها. الليل ساكن والقمر بينور طريق سوريا وهي ماشية في ممر خطر وسط الغابة. طريق كله أشواك وصخور وحيوانات بتبص من بعيد. المشهد كئيب. سوريا بتتقدم بهدوء، عينيها بتمسح الأرض والهوا بتدور على أي علامة. وفجأة جراي قاعد فوق فرع شجرة كأنها مغامرة من أيام زمان، بيبتسم وساخر. سوريا بتتجمد في مكانها وبتقوله انت بتعمل ايه هنا؟ مش المفروض تكون في طريقك للأكاديمية؟ ينط من فوق الشجرة وينزل قدامها بكل هدوء بابتسامة لسه ساكنة وشه: انا اللي المفروض اسألك، مش انت اللي قلت انك هتسيبي موضوع العش للعاصمة؟ سارية تبلع ريقها وتحاول تلف ورا الكلمة
العاصمة رفضت تبعت دعم، عندهم مشاكلهم الخاصة، فقررت اتصرف لوحدي. جراي بيهز راسه ببطء، مش عاجبه المبررات، لكن سوريا مصممة، شايفة انها قوية كفاية تهزم اي مخلوق في العش، خصوصا بعد التقرير اللي وصل لها. الوحش الاساسي هنا غول، ومعاه حوالي 50 تابع، مخلوقات بين كلاب متحولة وحراس شبه وحوش. هي عارفة ان العدد كبير والقتال هيكون مرهق، بس مش خايفة. جري كمان رغم كل قلقه بيعترف ان الغول مش حاجة مرعبة قوي، بس المشكلة في قوته الجسدية مش في دماغه. بالرغم من قوتهم الجسدية كبيرة، بس هما فعلا عندهم ذكاء حاد شوية. وقال لها انا شايف انك لو دخلتي لوحدك حتى وانتي وسيفك اللي اسرع من البرق هتخسري. تسكت شوية وتبص له بعين فيها حزن وفخر. بس انا ما ينفعش اسيب القرية، انا السبب انك هنا، انا دربتك والمفروض احميهم. جري بيقول لها بكل اصرار، وساعتها انا هبقى السبب في انك تموتي. قالت له لا. قال لها لا، مش هسيبك تدخلي العش ده لوحدك، لو هتروحي هنروح سوا. سوريا حاولت تعترض وتشوف في عينه حاجة غريبة، شجاعة؟ لا، ده كان تصميم. كان في جوه الطفل اللي شافته بيجري ورا احلامه من اول يوم دخل الدوجو، بس دلوقتي بقى راجل جاهز يواجه العالم حتى لو هيموت. فكرت تاني وترفع سيفها وتنزله بالراحة وتقوله ماشي، بس لو دخلنا انا وانت دلوقتي مفيش رجوع تاني. جريبي يبتسم يقول انا ما كنتش ناوي ارجع اصلا. حاولت تحذره ودخلوا الغابة هما الاتنين مع بعض. الغابة الضلمة وسيفين بيتلألأوا تحت ضوء القمر. المعركة الحقيقية قربت، وورا كل شجرة خطر مستنيهم. بكل ثقة جراي والمعلمة سوريا اتفقوا ان هم هيدخلوا الغابة ويقضوا على الأورك. وفعلا بان الإصرار في جراي وهو واقف ماسك سيفه. دخلوا هما الاتنين الغابة عشان يواجهوا الأورك. أخيرا بعد مطاردة ومشي في أرض الله المهجورة، سوريا وجراي بيوصلوا لموقع عش الوحوش، واللي بيكتشفوا هناك حاجة فوق الخيال. الوحوش دي مش غبية، دي بتلعب بعقل اللي بيجي يقرب منها. كانوا مختارين مكان استراتيجي جدا، العش معمول في منطقة مقفولة من كل ناحية، مفيش فيها اي طريق للهروب، يعني لو حد دخل خلاص يا قاتل يا مقتول. سوريا بخبرتها شايفة ان الوحوش دي واثقة جدا في نفسها، وده بيخليها تشك ان المعركة دي مش سهلة. لكن جراي بعقله التحليلي بيشوف العكس تماما. شايف ان المكان المقفول ده نقطة ضعف مش قوة، لانهم هيقدروا يتحركوا من مسافة امنة ويستدرجوا الوحوش. بيهجموا على الاورك مرة واحدة، بتطير راس اول اورك وجسمه بيقع زي كيس البطاطس والدم بيغرق الارض. الوحوش التانية بتتجنن، بيصرخوا بلغتهم الوحشية، بيزعقوا لبعض وبيتجمعوا حوالين الجثث. كله دخل في وضع اقتل واقطع وخد حقك. بس الكلام ده ما يهمش جراي، لان الراجل ده دخل في مود الوحش الحقيقي، بيتحرك بسرعة جنونية، بيقطع فيهم زي ما يكون جيش لوحده. سيفه بيطير في الهوا، وكل ما يلمس جسم فيه دم بيترش. وفي نفس الوقت سوريا ما زالت الأنيقة الرزينة اللي بتقتل بأناقتها، كل ضربة منها فيها مهارة، فيها تدريب. باباها فيرجل اللي من كوكب تاني، الاتنين دول مستحيل حد يوقفهم، بيغطوا على بعض كأنهم متدربين سوا من سنين. ظهر جراي في أمان وظهر سوريا في أمان، وكل وحش بيقرب منهم بيتحول لجثة. المعركة خلصت لسه، لكن لكل مخلوق في محيطهم اتحول للحم مفروم في وسط الدم والانفاس التقيلة. سوريا بتبص على جراي بنظرة اعجاب حقيقية، وهي مش مصدقة ان التلميذ اللي كانت بتدربه بقاله شهور واقف قدامها بالشكل ده. راجل بمعنى الكلمة، ثابت شجاع ومرعب. هو النهاردة مستعد اكتر من اي يوم فات. المعركة لسه جاية وفي وحش اقوى مستخبي، جاهزين عشان يواجهوه. جراي بيترعب من نظرته ليه. بس جراي واقف وسط ساحة المعركة بيحذر معلمته، خلي بالك في حاجة مش مريحة، بصوت مرعوب لازم نمشي حالا. سوريا ما فهمتش، بس الصوت اللي طلع ده من جراي كان فيه رعب حقيقي. صوت مش بتاع محارب شاف موت، ده صوت حد شاف نهاية العالم. من غير ما تسأل جريت وراه. الوحش اللي طلع لهم حاجة صعبة جدا، قوي جدا. سوريا مصدومة، ايه ده؟ الوحش الرئيسي جه لحد عندنا؟ لكن جراي بيرمي قنبلة اكبر، ده مش الزعيم الحقيقي. وفجأة زئير جاي من وراهم بيشق الهوا، صوت مرعب بيطلع من العدم. وراه بيظهر جيش من الوحوش الجديدة. الحاج ده بيجري وراهم واسنانهم بتبرق تحت ضوء القمر، عيونهم فيها نهم للموت.
سوريا بتحاول تستوعب ازاي حسها خانها، ده مش غول عادي ولا حتى غول نخبة، ده جنرال الغيلان. جراي بيرد عليها وهو بيقاتل، هو ده الزعيم الحقيقي، زعيم العش كله. الموقف مأساوي بكل معنى الكلمة، من قدامهم واقف الغول النخبة قافل عليهم طريق الهروب، ومن وراهم الزعيم وجيشه الكامل داخلين يهجموا. مصيدة شيطانية، مفيش حل، لازم نقتل الغول اللي قدامنا ونفتح طريق الهروب. وتندفع سوريا بكل قوتها، سلاحها بيضرب سلاح الوحش الشرير، بتطاير وهي بتحاول تلاقي نقطة ضعف، وفعلا بتلاقيها. ضربة سريعة ومركزة بتفتح جرح عميق في جسم الغول، الدم بينزف زي النهر، بس لحظة الجرح بيتقفل تاني. جراي شاف كل ده وهو بيحارب كأن حياته بتخلص. بيشرح لسوريا الجنرال ده بيزقر، والزعيم بتاعه بيزود قوة الوحوش حوالينه وبيخليهم يتعافوا بسرعة أكبر وبيضاعف سرعتهم. يعني مش بس بيواجهوا غول، لأ بيواجهوا غيلان على منشطات. جراي بيعافر وبيضرب الغول ده، والغول ده رغم قوته بيواجه صعوبة، بيقطع وحش بعد وحش وبينادي لسوريا غطي ظهر، اشتري لي وقت، عندي خطة. سوريا بتستغرب هو ناوي يعمل ايه. جراي بيقول لها هدفنا واحد، نقتل الوغد اللي بيتخبى وراهم. بيبدأ بيقاتل بكل عنفوان، بيكسر السيف في ايد وحش ويدوس على وحش تاني، لكنه بيضغط بقوة زيادة والسيف بيتكسر بسرعة. بيتفادى ضربة قاتلة وبيطلع سيفه الاحتياطي، بس عارف ان السيف ده مش هيعيش اكتر. وقبل كل الامور ما تتعقد، سوريا بترمي له سيف خاص الاحتياطي بتاعها، حركة سريعة بتديله فرصة تانية. بس المشكلة السيفين مش كفاية، الوحوش كتير والضغط بيزيد، بس جراي مفيش تراجع. جراي بيستلم السيف اللي رميتهوله وبيطلق ضربة خارقة، بيتقدم وبيشق الصفوف، لكن غول ضخم بيظهر وسط الصفوف وبيهجم على جراي. العرق بيغرق وشه من كتر القتال ومن قوة القتال، أنفاسه تقلت بس عينه فيها نار. المعركة ما خلصتش، الدم بيملى الأرض والهدف لسه موجود، بس الأمل بعيد. جراي في وسط المعركة بيفكر في خطة ما تخرش المية، بيهجم على الأورك واحد ورا التاني بسرعة رهيبة، بسرعة قوية جدا. والأورك بيهجم عليه بس بيفادي الضربة بكل سهولة وبيصد ضربات الأورك. تحت ضغط جامد، محسش بيه غير في معركة الليكتاتور. الجنرال الغول حس بالخطر وقال لك يانا هو، فقرر يزقر زئير شيطاني. جراي واقف بيبص حواليه كأنه سمع زمارة عربية نقل ماشية بسرعة 180. الزئير ده زود الوحوش أكتر، كأنك ضغطت باور اب 2، والمسكين جراي مش عارف يتنفس من كتر الزنقة. بدأ يحاول يشق طريقه وسط الوحوش، بيقطع اللي في وشه بكفاءة، بس حتى كده جسمه اتخربش واتبهدل من كل اتجاه. الراجل حرفيا دخل في مغسلة سكاكين، وبعدين واحد من الغيلان قفش فيه في وسط الضرب وعاوز وقعه على الارض. بس هنا النكتة، الوحوش كانوا غاضبين اوي لدرجة ان هم بقوا يضربوا بعض بالغلط. يعني بصراحة لو كان في فريق كورة كانوا هيشوطوا في نفس الجون. جراي وسط كل ده بيستوعب ان استراتيجيتهم هي يكسروا سيوفه مش عظمه، لان شكلهم بيحبوا يشوفوه بيخسر ادواته الاول. وفعلا واحد من الغيلان وقع، لكنه طار زي الصاروخ، وقع على الارض، منظر يخلي اي شبح يقول يا حبيبي. في اللحظة دي وهو على الارض وسيفه الاحتياطي اتكسر، معاه بس سيف اخير، والمصيبة انه لسه قدامه كتيبة كاملة من الغيلان بالاضافة للبوس الاخير. يعني لو قلنا ان دي لعبة، فجراي داخل على البوس الاخير بنقطة دم واحدة وسيف مكسور. الراجل قال لنفسه انا مش هكسب كده، يبقى نغير الخطة. فنادى على سوريا وقال لها هربي سيبيني اكون الطعم. سوريا بصت وضحكت وقالت له هو انت فاكرني همشي واسيبك؟ ده انا اتعورت ومبقتش اقدر اتحرك اصلا. جراي وشه اتشقلب، الحكايه قلبت جد جدا، مفيش طريق تراجع. سوريا وقفت وسط المعركة، جسمها كله متدمر، في تعوير في كل حتة ومفتوح من كل حتة. فكرت تاني وقالت هو انا كنت ممكن ازاي اخلص ده لوحدي؟ جراي اتصدم ان خلاص سوريا هتموت، واقفة لحظاتها الأخيرة، دخل في حالة هستيرية. جراي مش عايز يموت ولا عايز يشوف سوريا تموت، عمال يضرب في الوحوش في الأوركس هنا وهنا، دخل في حالة هستيرية من الجنان والضرب في الأوركس. سيفه اتكسر، وقف وبص في الأرض وحس إن دي لحظاته الأخيرة. هو وسوريا افتكر القوة اللي كانت معاه لما كان بيحارب الليكتادور، قوة الطاقة السوداء، حب يسترجع منها ولو لحظة واحدة بس عشان ينقذ نفسه وينقذ سوريا من الموقف ده. غمض عينه وتأمل وحس بالطاقة تاني، فتح عينه مرة واحدة بطاقة قوية جدا، بضربة واحدة سودة متوجهة خلى الغيلان رماد. سيفه بقى شعلة من الجحيم وتحول لشخص تاني خالص بقوة. اتفاجئت من قوة جراي المستخبية، بصلها وضحك
كأنهم في عيد ميلاد مش في مجزرة، وفي ثواني يقطع كل الوحوش حتى الجنرال الغول ذات نفسه. سوريا فضلت مركزة في معركتها ضد الغول النخبة، بس لما مات الزعيم كل التعزيزات اختفت. قالت لك دلوقتي تتقتل بسهولة يا ندل، ونفذت عليه حركة قطع لا نهائية وموتته خالص. اخيرا الاتنين انتصروا بعد ما كانوا خلاص هيموتوا. جري بيعتذر لانه كسر سيفها، بس سارة بتقوله سيبك انت انقذت حياتي. كانت هتسأله على التقنية اللي استخدمها، لكن فجأة الواد بيغمى عليه وما بيقدرش يقف تاني. هنا بقى نسيب ساحة المعركة ونغوص جوه عقل جراي نفسه. الدنيا ضلمة سكون، مفيش صوت ولا صورة، كأنك دخلت كابوس. جراي واقف لوحده بيبص حواليه وبيقول في سره ايه ده، انا فين؟ ده كابوس ولا حقيقي؟ فجأة عينيه تتعلق بحاجة غريبة قدامه، باب عائم في الهوا، مش ماسك في حيطة ولا ليه مفتاح ولا حتى شباك جنبه يطمنه. بس المصيبة مش في شكله، المصيبة انه مقيد بسلاسل سودا. جراي بيقرب منه بكل حذر، وكل خطوة رجله بتغرس في اللا شيء، كأن الأرض نفسها مش موجودة. أول ما قرب الباب فجأة بيطلق طاقة مش عادية. دي نفس الطاقة المظلمة اللي استخدمها في المعركة، اللي خلت سيفه يولع بالسواد والغيلان يسيحوا زي الشموع في الصيف. عينه اتسعت ونبضه زاد، وهو بيقول لنفسه استنى، دي نفس القوة، دي جوايا. بعد ما فتح عينه على صوت تنفسه اتنفض جري من السرير، وقلبي فزع انا فين. بهدوء ابتسامه خفيفه ردت عليه سوريا وقالت له انت في المستشفى يا ابني، جبتك باسرع وقت، كنت هتودينا في داهيه. طبعا ابننا جري كان في غيبوبه لمده 5 ايام. 5 ايام بالتمام والكمال، مش 3 زي امنيات الكليشيه اللي بنشوفها. المؤلف هنا قرر يشد حيله ويخليها 5 علشان ياخد برستيج. سوريا كانت حرفيا بتتهز من الخوف عليه، وده شيء نادر نشوفه من سيدة السيف زيها. لكن جراي بقى اول ما سمع انه نام اسبوع قام واتنفض واتفاجئ وهو بيحاول يقوم. قالت له سوريا ما تقلقش، بس قلق لان هو بيجرب يرفع دراعه، طلع مش قادر يحركه خالص. يعني مش بس ما بيقدرش يشيل السيف، لا ده حتى مش هيقدر يعمل اي حاجة مفيدة. المهم قال لها انا مش قادر احرك دراعي. ردت عليه سوريا بحزن وقالت له انا عارفه للاسف كل عظمه فيه مكسوره، دراعك اتفرم يا ابني. طبعا جراي اتصدم، بس الغريب انه مش حاسس بألم. ليه؟ سحر، جرعة سحرية عالية جدا اديتها له سوريا، لدرجة ان فك وقع من الدهشة وسألها بذهول انت جبت الجرعة دي منين؟ دي اسعارها تنطح. قالت له بكل بساطة بعد ما خلصنا على الغيلان في القرية العمدة كفانا وطلب بنفسه ان يديها لك وتاخدها. جري مش مصدق، بيقول لنفسه ده انا حتى ما اعرفش العمدة شخصيا، انا ساكن في الحتة التانية من الخريطة. لكن سوريا ضحكت وقالت له انت فعلا غبي، انت بقيت بطل القرية الرسمي، انقذت الناس كلها. وقبل ما يستوعب اللي اتقال له العمدة دخل وهم بيتكلموا مع بعض مرة واحدة زي ما يكون داخل في مشهد سينمائي، وقال له شكرا يا بطل على اللي انت عملته، عملت اللي الناس كتير فشلت تعمله. العمدة بدأ يشكر فيه قدام الكل وقال له ان جنرال الغول ده مخلوق لوحده محتاج مدينة كاملة تحاربه. لكن جراي دخل عمل ومشوي ومقطع وظبط الموضوع كله بنفسه. جراي كان متواضع كالعادة وقال انا كنت هموت، دي سارة قال لي. بس العمدة قطعه وقال له لا يا عم ما تتواضعش قوي كده، انت اللي انقذتنا. وهنا ابننا جراي بدأ يفكر، معقول هو انا اللي غيرت كل ده؟ ده في حياتي السابقة القرية دي اتحرقت واتمسحت من الوجود بسبب الغيلان، بس دلوقتي كل ده اتغير. العمدة ما كانش فاضي يسكت، قال له انت مش بس بطلنا، انت لازم تكمل رحلتك وتدخل اكاديمية الاتحاد العالمي. جراي فكر وافتكر الكارثة، الامتحان. انا عندي امتحان كمان يومين ومكانه بعيد جدا، والمصيبة ان السفر بياخد 3 ايام وانا مش معايا ولا جنيه ولا علبة عصير حتى اشتريها. بسرعة لف على العمدة وقعد يفكر وهو قلقان، وبيفكر يقول للعمدة او يستشيره ازاي يروح بسرعة وهو بيفكر وفي حيرة من امره ومخضوض يفوت الامتحان. لف العمده وقال له من فضلك اديني حصان، اي حصان حتى لو بيعرج المهم يمشي. ضحك العمده وقال له انا كنت متوقع كده، عشان كده جبت لك احسن حصان في القريه مستنيك بره. هنا سوريا ابتسمت وقالت له بصراحه احنا كنا هنشيلك ونجري بيك لو ما وقفتش، بس الحمد لله انك وقفت بكرامتك. بعض الناس في الدنيا فعلا بيحبوك رغم انك خايب املهم في كل مره، بعض الناس في الدنيا فعلا بيحبوك رغم انك خيبت املهم كل مره، زي ما القرويين دول حبوك. خرج وقعدوا يهتفوا له جراي جراي جراي،
واحد من الناس رماله كيس فلوس. كل اهل القرية جمعوا شوية شوية علشان يدعموه ويدفع مصاريف امتحانه. جراي ابتسم وقال لو سقطت هتبقى فضيحة وجلاجل. بس سوريا ما خدتش كلامه هزار، قالت له بكل ثقة ولا واحد فيهم هيقدر يهزم غول لوحده زيك، انت مختلف. رغم كل الكلام الحلو ده جراي لسه قلقان، دراعه لسه مكسور ولسه مش عارف هيخف امتى. سوريا قالت له اشتغل بايدك الشمال يا نجم. رد عليها بس انا متعود على اليمين. قالت له وهي بتضحك وايه يعني، ده حتى الناس اللي بتتعلم الشطرنج بتبدأ بالشمال. شد حيلك عشان تتأهل في الأكاديمية. بيقول لي معلمته بس انت مش شايفة ان امتحان القبول ده ممكن يكون صعب لدرجة اني محتاج دراعين؟ بس سوريا وهي واقفة واثقة كأنها كتبت الامتحان بنفسها وقالت له الممتحنين دول عينيهم صقر، اول ما يشوفوا موهبتك هيفهموا مش مهم معاك كام دراع، المهم الشغف اللي عندك. ركب الحصان والمعلمة اعلنتها انت هتنجح. ابتسم وقال لها شكرا، وفي لحظة تأمل رجع بعقله للحظة اللي شاف فيها القرية وهي بتحترق في حياته السابقة. دلوقتي القرية في امان ومبسوط انه انقذهم. المشهد بيتحول للأكاديمية العالمية. بوابة الأكاديمية العالمية كانت فخمة جدا، في الساحة المئات واقفين متقدمين من كل حتة، بس ال20 هم اللي هيدخلوا فقط. في لغط داير حوالين عدد الأماكن، ناس بتقول 50 وناس بتقول 20 وناس بتقول 1 بس. الدنيا ماشية بمزاج الأكاديمية، وفجأة دخلت الممتحنة الأستاذة أريل. دخلت عليهم ست وقورة دمها خفيف بس شكلها مريب. بدأت تشرح هتستلموا تذاكركم دلوقتي. ومجرد ما خلت صباعها يطق دوامة صفرة اتفتحت وطلعت طاقة سحرية من العدم. التذاكر اتجسدت في ايد كل واحد. جري بص في تذكرته رقمه 513 في قسم المبارزة. بس هنا المشكلة، وهو ما جاش بسيف اصلا. سأل نفسه انا في قسم المبارزة من غير سيف؟ ده حتى مش منطقي. بس اريل كملت بكل برود وقالت انا حطيت كل واحد في القسم المناسب حسب شكله. يعني الست دي من دقيقة بتقول اكاديمية ضد التمييز، ودلوقتي بتحكم على الناس من ملامحهم. منطقي جدا. بس على الاقل قالت لهم لو حد شايف القسم بتاعه غلط ممكن يطلب تصحيح. طبعا ده بعد 15 ايميل، واستنى الرد بعدين هيكون الامتحان فاتك. وفجأة اريل اعلنت الجدول، والمفاجأة جراي امتحانه تاني يوم. جراي اتصدم، دراعه لسه زي ما هو ميت اكلينيكيا. بيقول يا رب جسمي يبقى كويس على بكرة ويحصل معجزة. اريل اعلنت ان الامتحان هيتعمل مرة واحدة، وهي اللي هتحدد مصير كل واحد فيهم. لو اي مرشح اتأخر حتى دقيقة هيتم استبعاده فورا بدون اي اعذار، بدون اي فرصة تانية. كمان شددت عليهم ان المواعيد دي نهائية ومفيش تعديل او نقاش حواليها. الخبر كان زي الضربة لجراي اللي لسه جسمه ما تعافاش بالكامل ودراعه مكسورة، مبقاش قدامه غير انه يتوسل لجسده. يمكن يحصل معجزة قبل بكرة، لكن جه اليوم والواقع كان قاسي. دراعه ما زالت زي ما هي، ما تحسنتش حتى شوية. رغم كده مفيش بديل، لازم يدخل الامتحان مهما كانت حالته. تم استدعائه، رقمه الممتحن رقم 513. فمشي بخطى بطيئة ناحيتهم وهو متوتر، واريل بتندهله بكل تعالي. واضح عليه الاحباط، لكن بيحاول يفضل هادي ومتزن. راجع حركته، لقى ان دراعه الشمال تمام بيشتغل كويس، وكمان يقدر يحرك دراعه اليمين شوية، ولو ضغط جامد يمكن يقدر يستخدمه. استراتيجيته دلوقتي بسيطة، يراقب كويس، يحلل تحركات الخصم ويكتشف طريقة الفوز من خلالها. وقف على جنب بيتفرج على النزال اللي بيحصل قبله بين احد المتقدمين. المتقدم بيتفرج وبيحلل بس قلقان وبيفكر في دراعه اللي اتكسر واتدغدغ خالص. بيتفرج على القتال اللي قبله. المتقدم اندفع بكل قوة، هجوم اعمى من غير اي تفكير. سيفه بيتضرب بسرعة، لكن المتقدم الخصم التاني ولا كأنه بيتحرك، واقف مستني ثابت وكأنه شايف الضربات جاية من قبل ما تتحرك. المتقدم حاول هجمة تانية اقوى، لكن النتيجة كانت نفسها. الخصم صد الضربة بسهولة، وبعدها بلحظة واحدة ضرب سيف المتقدم من ايده ضربة واحدة قوية طيرته ووقعته على الارض. ممكن تفتكروا ان جراي لا امل او خطة، لكن المضحك في الموقف انه فعليا استسلم داخليا واعترف ان اللي جاي هو طبخة سريعة على مؤخرته. نادى الممتحن على رقمه. حان دور جراي يدخل الساحة، وهو ماشي ناحيتها كان عارف كويس ان فرصته ضعيفة قدامه. الممتحن اداله حرية تنفيذ اول حركة،
جراي وقف ثواني وحاول يركز، فاكر كويس كلام المعلمه بتاعته، وهجم وعمل حركته الاولى. طالما دراعه اليمين مش شغال يبقى لازم يعوض ده باستخدام جسده. يندفع جراي ويلف جسمه ويوجه اول ضربه بسيفه مستخدم كل عضلاته، لكن الخصم ولا كانه شاف حاجه، بمنتهى الهدوء بيتفادى الضربه وكانه مجرد نسمه هوا عدت. جراي بدا يحس بصعوبه الموقف، لكن مع كل التحسينات اللي حاول يعملها وهو بيقاتل بنفس الاسلوب المعتاد، دراعه اليمين كانت دايما مصدر قوته. المشكله ان خصمه مش عادي. المعركه بدات وجراي لازم يلاقي طريقه. جراي تحت ضغط كبير، الخصم قوي بيتفادى كل ضرباته. هيعمل ايه جراي في وسط المعركه والخصم بينهال على جراي بضربات كتيره؟ بيفتكر جراي تعليم معلمته سوريا، وعزيمه جديده بينطلق جراي بهجوم مباشر، بيستخدم سرعته وبيحاول يركب الفايت. وفعلا الخطه نجحت، جراي قدر يرجع الخصم لورا. حركته كانت عنيفه ومركزه جدا لدرجه انه اتفاجئ. هنا جراي بيحس لاول مره انه مسيطر، وبتبدا ثقته تزيد. انا اقدر فعلا اعملها.